بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جميل ازاي نعمل الجبنة القديمة والمش، وازاي تعملي خميرة المش من البداية. معانا جبنة قريش طرية، جبنة فلاحي طرية جدا. ازاي نتقل الجبنة وننشفها ونعمل منها جبنة قديمة ونحطها في المش. انا هنا الجبنة محفوظة بالمية بتاعتها. هنعمل خلطة هنغلف بيها الجبنة علشان تنشف معانا وتكون جاهزة، ونحطها في المش. معايا ملح وشطة وكمون. بقلب كل الخلطة دي مع بعضها علشان هنغلف بيها الجبنة اللي معانا، ودي أهم خطوة لحفظ الجبنة القديمة. هغلف الجبنة كلها بالخلطة اللي معايا هنا، وبحطها في مصفى بلاستيك، ولازم تكون مصفى بلاستيك علشان ما تبطش منك من الملح. بغلف كل قطعة بالملح، ودي أهم خطوة لعمل الجبنة، إن بنشرش الجبنة بنغلفها بالملح علشان تنزل كل المية اللي فيها، وعلشان قطعة الجبنة تنشف معانا والمسام بتاعتها تقفل كويس. وبنشرش الجبنة على حسب نوع الجبنة اللي معاكي، طرية او ناشفة. لو كانت الجبنة طرية هتاخد معاكي وقت لحد ما تبطل تنزل المية اللي فيها، اما لو ناشفة مش هتاخد معاكي وقت. فالجبنة اللي معايا هنا طرية جدا، فبغلفها كلها بالملح وبسيبها لحد ما تصفي المية اللي فيها تماما. انا هنا الجبنة سبتها حوالي 3 ايام لحد ما بطلت تنزل المية اللي فيها، ودي كل المية اللي نزلت منها. طبعا المية هنستخدمها في عمل المش. وهنا معايا فلفل ناشف، فلفل احمر، ومعايا كمان يوسفي او قشر برتقان او يوسفي. وهنا دي طبعا المرتة، هنا كنا مسيحين السمنة، ودي المرتة اللي طلعت منها. بحمر المرتة في السمنة اللي فيها، وبقلبها لحد ما تتحمر شوية كمان. ولو ما فيهاش سمنة بتضيفي معلقة من السمنة وبتحمريها. بقلب المرتة في السمنة لحد ما تتحمر كويس معانا، وبعدين بنزل باللبن. لو مش عندك خميرة بنعمل الخميرة هنا من أولها. بنزل بالفلفل لحد ما يغلي مع اللبن ويطرى بالشكل ده. أنا هنا كنت شايلة البذر من الفلفل. وبعد ما يغلي مع اللبن بنزل بشرش الجبنة. طبعا لون الجبنة هنا بقى بالشكل ده علشان الشطة والكمون اللي حطيناهم على الجبنة. طبعا دي حتت الجبنة او قطع الجبنة بضيفها كمان، بتكون جميلة للمش، وبتدي قوام تقيل للمش. بسيبهم يغلوا مع بعض، وبعدين هنرص الجبنة اللي شرشناها في برطمان حسب المتاح عندك، سواء برطمان بلاستيك او زجاج او الزلعة اللي هي البلاص. ودي كانت
جبنة قديمة عندي من السنة اللي فاتت، هنستخدمها برضو في عمل المش. حتى لو مش عندك الجبنة القديمة دي، خميرة المش اللي عملناها هتكون معاكي جميلة جدا، وهتستخدميها بعد كده. دي قطع الجبنة انا كنت حطاها في المش اللي معايا او في الجبنة القديمة. الجبنة دي عملناها قبل كده في فيديو. بضيف المية اللي معايا على المش. طبعا لما بتضيفي خميرة للمش مش بتاخد معاكي الجبنة وقت خالص، وبتاكلي منها بعد كده على طول. اما لو ما فيهاش خميرة بتقعد معاكي فترة طويلة. بحط كله في الخلاط، وبضيف كمان اي نوع من الجبنة عندك، سواء جبنة علب او ممكن تضيفي جبنة من اللي شرشناها. وبضيف كمان نص كوباية من العسل الاسود، وبضرب الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط. شايفين دي المش او خميرة المش اللي معانا. انا عايزة القوام يكون بالشكل ده، مش عايزاه تقيل زيادة عن اللزوم، علشان طبعا الجبنة لسه هتشرب من السوائل اللي معايا هنا، وهيتقل مع الوقت. بضيف ملح. بتدوقي المش اللي معاكي، لو كان محتاج ملح بتزودي طبعا الملح، علشان الملح هو اللي هيحفظ لنا الجبنة. وهنا دي معلقة من الحلبة المطحونة بتحفظ كمان الجبنة. معلقة من الكركم. المكونات دي كلها بتحفظ لنا الجبنة. طبعا والشطة، كمية الشطة اللي حطيناها كفاية. غلفنا الجبنة بالشطة، وكمان الفلفل الأحمر هو كمان كان مشطشط شوية، فعلشان كده ضفت هنا حبة صغيرين من الشطة. ولسه كمان هنضيف شطة قرون على الجبنة من فوق. بقلب المش اللي معايا كله، وبضيف كمان قشر البرتقان او اليوسفي، بيدي ريحة جميلة للمش وطعم جميل كمان. بقلب كله مع بعض. وممكن كمان تضيفي ترمس مر، تضيفي كده نص معلقة او معلقة، بيحفظ كمان الجبنة. ولو حابة تضيفي مادة الدنكار بتجيبيها من عند العطار، وبتلفيها في قماشة وبتحطيها، بتحفظ لك الجبنة هي كمان. بس احنا المكونات كلها اللي ضفناها بتحفظ لنا الجبنة، وما بيكونش فيه اي حاجة، وبيكون جميل جدا. انا جربت الطريقة دي وكانت جميلة جدا، وكنت بحفظ الجبنة من السنة للسنة بالطريقة دي. بكوباية وابتدي اضيف المش اللي معانا على الجبنة. واحنا علشان ضفنا الجبنة القديمة اللي عندي، فممكن شهر والتاني وهتلاقي الجبنة استوت معاكي وبقت جميلة، وبقت دايبة معاكي وجميلة جدا. اما لو مفيش جبنة قديمة فبيقعد معاكي فترة طويلة، ممكن كده على الصيف، او يقعد معاكي بالست شهور، علشان الجبنة تقدم معاكي وتكون جميلة. هنا معايا شطة قرون بضيفها على الجبنة من فوق. الشطة هي كمان بتحفظ لنا الجبنة، ما يكونش فيها اي حاجة. وبضيف كمان طبقة من الزيت على الجبنة اللي معايا والمش كده من فوق، علشان يعزل الجبنة عن الهواء. فمهم جدا تضيفي طبقة كده كبيرة من الزيت على الجبنة من فوق، وبعدين بتقفليها وبتحفظيها، وبتكون معاكي جميلة، ممكن تاكلي منها بعد شهر.
علشان الجبنة القديمة اللي حطيناها على المش اللي معانا. وده كان فيديو النهاردة، عملنا المش من الأول للآخر. بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية ووصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.